السلام عليكم ورحمة الله. نعرض لكم اليوم ملاك منازل عنيدين رفضوا الانتقال من منازلهم. عندما يرغب العالم في التقدم للأمام، هناك من يرغبون في البقاء مكانهم وعدم التغيير. منهم أشخاص لديهم منازل يرفضون التحرك من منازلهم. هنا نعرض لكم بعضا من هؤلاء الملاك العنيدين. لو باوغن في مدينة وينانغ بالصين، يوجد زوجين عجائز يعيشان في مبنى كان قد تم التخطيط له ليهدم من أجل بناء طريق سريع. لم يقبل الزوجان التعويض من الحكومة ورفضوا الانتقال. أثناء الشيوعية كان يمكن غصب الأفراد على الانتقال، ولكن بعد فترة نزلت قوانين تمنع الحكومة من هذا الأمر، وتم بناء الطريق السريع حولهم، وبعد فترة اقتنع الزوجين بالرحيل وتم هدم المنزل. السيد يانغ في نهاية الألفينات، أثناء التطور الحضاري الذي تعرضت له الصين، كان يوجد لدى السيد يانغ منزل في يشانغ في الصين، بني حوله مدينة صناعية، ورفض السيد يانغ وعائلته الانتقال. عام 2012 قام أصحاب المدينة الصناعية بقطع الكهرباء والماء عن منزل السيد يانغ، فاعتمدوا على الشموع وكانوا يسيرون كيلومتر كامل من أجل الحصول على الماء. آستون سبريغز في واشنطن داون تاون، أثناء الطفرة العقارية كان يمتلك هذا الرجل منزلا قام المعماريون بإنشاء شقق حوله، ولكن آستون كان يستخدم هذا المنزل منذ الثمانينات ولم يكن مهتما بالبيع، فقام أصحاب العقارات بعرض $2 مليون عليه، إلا أنه رفض البيع إلا بمقابل مبلغ أكبر. وبعد وقت طويل يأس أصحاب العمارات، وحاول آستون أن يجعل المنزل يدر عليه دخلا، فجعله مطعما للبيتزا، ولكنه لم يستطع فتحه وتعرض للإفلاس، فقام ببيعه $700,000 عام 2011. ييتان وشين في تزينغيانغ الصين، كان كلا من الزوجين ييتان وشين يعيشان في منزل ريفي صغير يقومون بتربية الماعز والدجاج. وعندما تم التخطيط لطريق جديد في هذه المنطقة، وافق جميع الجيران على التعويض المادي مقابل التنازل عن منازلهم، إلا الزوجين رفضا وبشدة. فقام العمال ببناء الطريق السريع على جانبي المنزل، وتقوم السيارات الصغيرة بالمرور على جانب المنزل، بينما تقوم سيارات النقل بالاتجاه المعاكس. آديث ماكفيلد سيدة في 84، كانت تعيش في سياتل في منزل صغير مكون من طابقين، ولكن المنطقة كانت سريعة التغيير من حولها، حيث تم استبدال المنازل بعمارات، وأصحاب العقارات كانوا يأملون بالتوسع أكثر، فطلبوا شراء منزلها لبناء مول تجاري مكانه، فرفضت حتى عندما عرضوا عليها الملايين مقابل المنزل، فقاموا بالبناء حول المنزل. ولكن الغريب أنه ربطتها صداقة برئيس البنائين الذي كان يحضر لها العلاج والبقالة، وعندما توفيت عن عمر 86 عام، فوجئ رئيس البنائين أنها قد وصت بمنزلها له. ووبينغ ويانغبو لمدة 3 سنوات حاول أصحاب المشاريع إقناع كلا من ووبينغ ووينغبو بمغادرة منزلهم كباقي جيرانهم من أجل بناء مركز تسوق تجاري في شانغوكوينغ الصين، وكانوا في مفاوضات، خصوصا بعد هدم ما يقارب 280 منزل في المنطقة المحيطة، وقام العمال بالبناء حولهم تاركين منزلهم يبدو كالجزيرة المهجورة. في النهاية توصلوا لاتفاق عام 2007 وتم هدم المنزل. إسماعيل بيرمودز الرجل البالغ من العمر 50 عام، ومعروف أيضا باسم الصقر الذهبي، كان يقوم بالحفر في الساحة الخلفية لمنزله مستكشفا أغراضا أثرية، وكان يسمي أرضه بالأرض المقدسة، حتى قام أصحاب المشاريع بشراء المنطقة من حوله ورغبوا بهدم منزله الخشبي، ولكنه كان خائفا على أرضه المقدسة، فعرضوا عليه $1.8 مليون، إلا أنه رفض الانتقال حتى يتأكد من محافظتهم على أرضه. للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع.